أبو حشر، هل الشهرة مصدر دخل حقيقي رئيسي؟ ولغة الأرقام وش تقول؟ لا لا لا، ما هي بدخل عندي، يعني هي رزق من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني مسألة اني بعتمد عليها، لا ما اعتمد عليها. وين راح؟ عينت ماجد عبد الله؟ ما عاد اشهر من ماجد عبد الله، من يوم فتحت عيني على الدنيا وانا اسمع ماجد عبد الله. وين راح؟ وين راح الامريكي هذاك اللي كان يرقص يدلي يدين زي كذا نعاين فيه؟ وين؟ اللي شو اسمه؟ جكسر، ما ادري جكسر، مايكل جاكسون. وينه؟ الشهرة ما حد يعتمد عليها غير واحد الخبي. هي رزق من الله، اللي جاك ياخذه، لان الواحد ممكن ينام اليوم مشهور يصحي بكره ما هو مشهور، راحت طقت. فلذلك الدخل الاساسي ما يبيع، ما اعتمد عليه. كم تدخل من الشهرة بحشر؟ والله اني ادخل منها خير من شهريا كم؟ يعني في رنج من 300 ل 400 اقصى حد شهريا يدخل علي، لكن بعتمد عليها واقفل جميع مصادري الباقيه واطالعها، لا. وش مصدر الدخل الاساسي اللي تعتمد عليه؟ الدخل الاساسي طال عمرك كبار الهوادي، البل، المرجل، الصدق، انا اللي معتمد عليها، وهي طال عمرك يكفيك فيها قول الشاعر انها مرجله كل المراجل تختصرها، ماني بغزل على غيرها، لا والله. ابو تميم، لبيك. حمر العين، هل الشهرة مصدر دخل اساسي بالنسبة لك ولا لا؟ وكم مدخولها شهريا؟ اي بالله خير ورزق يا رب لك الحمد. مصدر دخل اساسي اللي خلتني اعطي ابوي لكسس واشتري لي لكسس واهديك في نهار ارسك لكسس وافتح لي بيت، اللهم لك الحمد. الا بالله مصدر دخل يا رب لك الحمد. اما مدخول الشهري يا رب لك الحمد من 350 ل 450 شهريا، خير وبركه، اللهم لك. الله يبارك لك. الله يديمها ان شاء الله ويديمك لنا يا ابو ربيع. ها يا ابو غازي، هل الشهرة مصدر دخل حقيقي بالنسبة لك ولا لا؟ وكم مدخولها شهريا؟ والله مدخولها شهريا اني ما اقدر اوزنه، على اني نازل بالفلجكس. والشهرة الله يزيدك. امين. والشهرة يا غازي اي نعم مصدر دخل، وانا اشوفها بالنسبة لي مخد مرجله. اي والله مرجلتنا، صرفنا وتجملنا وقضانا حوايجنا، اللهم لك الحمد، وعطانا وقومنا سر، وهذه نعمة من الله. ليش مهم مرجله؟ انا غازي في فترة من الزمن خيرت، كنت موظف وخيرت، واول لا جيتني انت وطلعتني في السناب، والله يجزاك خير، وهذه تحسب لك يا قلبي، وترى الاجر عايد لك. الله يجزاك. يمكن انا لحالي ما اسوي شيء. لا فيك الخير والبركه. فيوم خيرت بينها وعملي ما قبل اني عندي سناب بين الوظيفه والسناب. اي اخترت وخيرني الله على السناب، وارتحت وتركت الوظيفه ورحت في السناب، واللهم لك الحمد. عين دخل، اللهم لك الحمد. ما اقول لك سد حاجتي فوق حاجتي. كم شهريا يا ابو غازي؟ والله يا ابو ربيع من 500 ل 800 الف شهريا. ما شاء الله، الله يزيدك. اللهم امين. عتيبه، ارحب. اليوم من الليالي غدا نعود. ارحب يا ابو ربيع، يا هلا وغلا. هل الشهرة مصدر دخل حقيقي بالنسبة لك ولا لا؟ وكم المدخول الشهري؟ السؤال اللي موجه ولا المخلد ولا ابو حشر ولا الغازي الطيري ولا ايش قلت؟ لا والله لك انت غلطان. طيب انت قاعد تعلم ما شاء الله. انا على ما قال بسم الله. السؤال هذا سني عام 25 ما بالحين. ان شاء الله، الله يكرمك. يا غازي ابو عتيب اخذها فزعه، اخذها طناخه، ما يبى دخل ولا شيء، يعلم بلاش اصلا. كل ما دق على واحد قال انت شو انت عتيبي راقي ولا برقاوي؟ هذا ما اخذ ولا ريال. لا يا غازي، واذا اخذ فلوس الاعلانات اعرف ان كل ليله ذبيحه، كل ليله هو عنده الرجال كل ليله عنده بسنابه فزعه العتابه. يا الرجل قال سنابي العتابه وحقهم. العلم ويش؟ اللي دقوا عليه الو يا ابو عتيبه حياك الله، عندي زواج لولدي، قال ابشر، ثم راح يغطي زواجات ولا الصيفيه كلها زواجات. ما في محتوى غير الزواج. هذه ما فيها غير مزارق الطيب والجمال. دقيقه احيانا اذا جاك مطيري طيب يعلن عندك شو تسوي؟ شب سعد اللي من ضربك على هالخشم. ولا ما مطرفي مطيري. هذا ما من طرفك يعلم ايش تسوي به. ما نبكي الادم على مذخوره. من طرفك يطلع اعلانات العتبان اللي ماخذها من ضرب. ابو المها، ارحب يا الشيخ. هل الشهرة مصدر دخل حقيقي بالنسبة لك ولا لا؟ وكم مدخولها شهريا؟ والله يا ابو ربيع انا اخذت عاطل 7 سنوات وانا ادور الوظيفه، يوم فتحت السناب وبديت الشهره جتني الوظيفه. لا اله الا الله. معلم في حفر الباطن. واستخرت وربي خيرني في السناب. قاموا علي جماعتي وربعي كلهم يقولوا ابوي وامي وزوجتي كلهم يقولون يا ولد الراتب هذا زين، 10,000 مضمونه، السناب ما هم مضمون، اترك عن السناب عنك.
يمكن بكره يقفل، وش تسوي؟ راحت الوظيفه وراح السناب. سعيد غازي اخذوا 3 شهور يسوون عشيات في الديره ما يعزمون. والله أنا يقولون الصادق. ولد فوزان الفاسد هذا اللي تارك الوظيفه. الدايج خاله ولد ابو شحم، خاله مشعل، يقولون خذ بيده يوم جاء خال عشيه يقول قال قم والله ما تخامس معله. تركم رجلتك جان دوري عشيات عندي كم. والله انا مصدقين، قسم بالله صرت منبوذ في الديره. هذا الشغل ما طب بالديره اصلا. عشانك بس تخليت عن الوظيفه. عشان تخليت عن الوظيفه. ما يقولون غير الفاسد ترك وظيفته. غازي انا وليه ما يدرون ان السناب ما يدرون يحسبون يصور كذا يضحك كذا، ما يدرون تقفل السناب. قال هذا فاسد. اصلا بعضهم يقولون راجع اللي يمسكون فوزان اللي صلى في المسجد، يقولون راجع ولد كذا ودى المستشفيات. يمكن في عقل الشيء. يا غازي اصلا هم يشوفون يصور يحسبون ما يجينا فلوس، يحسبون اعلانات هذه بلاش اصلا. ما يقولون انتم ما يجيكم فلوس من السناب، مستحيل تصور كاميرات في الطارد زي كذا يجيك فلوس. يا غازي انا بشرك يا ابو ربيع، المدخول الشهري اللهم لك الحمد 50,000 شهريا، اللهم لك الحمد، والله اني في خير وفي نعمه. الله أنا يزيدك. بشرك بحاجه. شفت بعد المقطع هذا شفت اللي كانوا يطردونك في الديره كلهم، من حين تجي الاسبوع الجاي عند المسجد يقلطونك ويتسلوهم. عندك سلف؟ هذا انا اضمنها. شفت اعلاف الاغنام واعلاف الفيلا اللي هنا تروح في ظهر كنت لا السناب. تترك ربعك ولا تقصر معه. لا ان شاء الله ما بس قصر. عينهم برده بعضهم ما يدري وش. لكن انا بعد الله يتكي على الرجال ذا. ابو ربيع تكفى يا ابو ربيع. ابشر بس سعد. ما صدق الله ولا راضي بعد وش تبع. انا فلاس لسه. يا ابو شوق، انت واحد من هوامير تويتر، هل الشهرة دخل اساسي في حياتك ولا لا؟ ولغة الارقام وش تقول؟ شهريا كم تدخل؟ ابن حال تويتر ما عندهم شيء، انت تحسب انهم زي حقين السناب ذولي اللي يدخل 50-60 الف اعلان الواحد. تويتر ذا الشهر تجمع كله يلا يدخل 50. يا ويلك قوم حقين السناب. تبني تغريده تمشي خطه تشك. لا وجالس وياخذ على الريتويت 7000. ليش؟ وجالس بيصيروا له فنيله وهو يكتب التغريده. ما تتعب وقل بالها نسخ ما عندك تعب بصناعه المحتوى. انت مغر تاخذ المحتوى اللي موجود في الساحه تمسكه، اما زدت الخير ولا زدت الشر. وانت بصير والك فنيلتك من بطح الصاله. وحنا نطلع تبع اعلانات تروش، وحتى وانت ما تروشت ولا قمت من سرير. وحنا نطلح ونشخص ونحلل ونسافر والسيارات والسيارات. دوب طبخه. يعرف لك واحد في السناب له 4 سنوات مصدع عام التفكير والمحتوى. شوف يعني انت تقارن اعلانات تويتر وناس خلصت، طيب انت تقارن بينما اعلانات سناب شات بعدها محتوى بعدها تعب. يا ولد الكتابة اصعب شيء، اصعب من المحتوى. طيب كم دخل اعلانات تويتر شهريا؟ شهريا انا اضمن لك ان 1 ولا 1.5 من اعلانات ذولي اللي عنهم كم عطنا رقم صح. ده اللي من العيون تويتر علم ما جاك يعني يمكن 30-40 واجد. ما شاء الله. ابو عبد الله، هل الشهرة مصدر دخل حقيقي بالنسبة لك ولا لا؟ وكم مردودها شهريا؟ مصدر دخل حقيقي، أنا بالنسبة لي مصدر دخلي الوحيد السناب شات، أنا شغال عليه، هو مصدر دخلي الوحيد، وفيها خير للرجال اللي بيعرف ينتقي محتواه، ينتقي المادة اللي يقدمها، يعرف من وين توكل الكتف، الرجال الاجتماعي اللي له علاقات، الرجال اللي إذا قال كلمته يعني محسوبة كلمته، البراندات اللي يعللها براندات يعني قوية وتكون ظهر معه وتمشي هي سفينة تمشي سوا. إذا صار فيها خلل من أي جهة تراه يضرك قدام في نص البحر ممكن تغرق. صحيح. أما بالنسبة لدخلي أنا الشهري من 250 إلى 300 الله يزيدك حاليا الحمد لله. أبو خالد، هل الشهرة مصدر دخل حقيقي بالنسبة لك ولا لا؟ ولغة الأرقام وش تقول؟ والله يا ابو ربيع كانت الاعمال في اليوتيوب تدخل لي دخل كويس، ولكن انا تركتها لوجه الله ووقفت الموضوع هذا تماما، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وانت رجال مبروك، واللي يمشي معك يصير مبروك ويتوفق. ان شاء الله تعالى القادم اجل. تعالى نتوفق. احنا والله نتمنى لك الخير. يا الحبيب انا اتمنى لك اطيب الاوقات واسعدها، زعلتك وغيرت حالك كلمة ماني بقاصدها. يا الحبيب انا أتمنى لك اطيب الاوقات واسعدها، زعلتك وغيرت حالك كلمة ماني بقاصدها. يا الحبيب انا اتمنى لك. ابن مشيب، هل الشهرة مصدر دخل حقيقي بالنسبة لك ولا لا؟ وش مردودها الشهري؟
بالنسبه لي لا والله من مصدر دخل، واعتب اصلا على اللي يعدها مصدر دخل. افا لانك انت اليوم تصور بصحتك وبعافيتك، يمكن بكره ما تقدر تصور، تجري عليك من الامور امور وتتغير الظروف. فلذلك انا اعتب على الشخص اللي يعدها مصدر دخل، انا والله اعتمد على غيرها لانه يمكن ما تدوم لي اليوم. وبعدين انت تدري يا ابو ربيع والكل يدري ان كثير من مشاهير السوشيال ميديا لهم 10 سنوات ما دخلوا منها شيء. هي تعتمد على علاقاتك، تعتمد على المجموعه اللي تكون معك، يبغى لها صناعه المحتوى اليوم ما عاد مثل قبل، بس صور اي حاجه وخلاص. الناس الان ذائقتها مرتفعه جدا ولا في شيء اصلا يرضيها. فلذلك صناعه المحتوى متعبه جدا، وطريقه انك تصنع محتوى وتدخل منه فلوس هذه اصعب واصعب. صدق والله يا ابو ربيع. فلذلك الحمد لله الله اكرمنا احنا والمجموعه مع بعض الحمد لله يعني ساعدتنا. وش مدخولها شهريا؟ بالنسبه لي والله ما بين ال50 الى ال60 الى ال70، واحيانا لا طولنا معك الشهر تصل ال100 يعني اذا طول الشهر معك. الله يزيدك يا بن مشيط. امين. وش مصدر دخلك الاساسي اللي تعتمد عليه؟ السياحه والسفر بالنسبه لي صراحه، وانا انصح كل واحد اصلا ان يكون له موجود انت في السوشيال ميديا، خليك يعني مجال ثاني غير السوشيال ميديا تدخل منه يعني مصدر رزق لك، سواء عقار سواء مشروع سواء اللي يكن. شركة السياحة والسفر كم بتدخل لك شهريا؟ والله ما في شيء ثابت يا ابو ربيع، ولكن الحمد لله من ال 150 لل 200، احيانا يا رب لك الحمد يكرمنا الله في الموسم ندخل مبلغ قدره 400. الشيباني هذا يا غازي اول شيء يجي ياكل اعلانات بعدين يحاسبنا في التذاكر، يا شبعان من هنا ومن هنا. اختار واحده. لا ازيدك من الشعر بيت. لحظه كل شهر طلع لنا اقتراح، واحسن نروح الدوله الفلانيه واحسن ويا كلهم غير عشان يدفع عشان ياخذ تذاكر والدرجه الاولى ويحرق الدنيا واللي عودنا بنريح. قال في محتوى في الدوله الفلانيه عسى تدوا لك ان شاء الله لما تدري وانت تدري يا غازي ال 150,000 اللي يقولها 200,000 هذه كنا كلها من ظهر كنت كلها سفريات. خل هذه الرجال ضحك عليك، اخذ اعلاناتك وتدفع لهم طياره. خل هذه ينمق لك السالفه، يحط لك باقه سفر اول مره تروح تديرها، هذه يحط لك اياها الباقه هذه تكلف 100,000 ريال، هذه نص الدخل اللي يجي. هاتمونون بالله عاد لنجينا للصدق. قسم بالله ان شركة اهدافي اللي يملكها خالد الشيباني انها من اجمل شركات السياحه الموجوده في السعوديه. واصلا هذول يا ابو ربيع شوف اصلا اللي يدفع التذاكر من انت، وهم يقولون انت احنا اللي ندفعها، يعني تقلبون علي وانتم طالعين ببلاش. حتى مرحبا حياكم الله يا ربعي على واجبان طاري. عد علي الشغل مختلف. هذا واجبان طاري.